مرحبا، أهلا وسهلا بجميع المتابعين، وبرحب بالمتابعين الجدد اللي عم يشوفوا قناتي من جديد. وصفتنا اليوم هي المكدوس السوري. طبعا بيختلف طريقته من بلد لبلد، كل واحد له طريقته. طبعا أنا اليوم رح أقلكن على طريقتي. مكدوس بيشهي بيطير العقل، رح أقلكن على كل خطوة فيه وبالتفصيل، حتى في أشياء ما حدا بيذكرها باليوتيوب أنا رح أقلكن إياها، وكتير نصائح مهمة لنجاحه، ورح يطلع معكن كتير طيب. بس بدي أذكر اللي عم يتابعني جديد إنه يشترك بقناتي ويفعل زر الجرس ليوصلكم كل وصفاتي. لا تنسوني كمان من اللايك إذا عجبكم الفيديو. وهلأ بنبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفلافلة، نحن هون عنا تركيا ما مثل سوريا، الفلافلة عنا حلوة بتيجي سميكة شوي، لهيك بدنا نضطر نيبسها حتى تصير جاهزة، إنه ما تكون في بقلبها مي. وأنا بالنسبة لبيتي حتى البلكون ما بيجي عليه شمس كتير، لهيك في طريقة رح أقلكن عليها للي بيكون مثل وضعي ما في شمس وحابب يساوي مونة المكدوس أو الفلافلة أو دبس البندورة. أنا قطعتن بهالطريقة مثل ما انكم شايفين، ونشرتن على طاولة بالبيت، وبدي أوجه المروحة عليهن. بس بتحطوا المروحة لمدة يومين أو يوم ونص، ليلتين يعني، بتلاقوها صارت ما أحلاها. مثل ما انكم شايفين بهالشكل مروحة على الفلافلات عم تجي على كل الجهات. وهي النتيجة مثل ما كنتم شايفين بعد يوم ونص بس، ما شاء الله جاهزة وناشفة تمام. هيك بدنا اياها نحنا، ما يكون فيها ابدا مي. طبعا قلت لكم هاي الفلافلة حلوة، انا بدي اضيف لها بس كم قرن فلافلة يكون حد، لحتى ناخد الطعم الحد. هلا بالنسبة للباذنجان، انا جبت الباذنجان الحموة بيقولوا له عنا، جبت 10 كيلو. هلأ بنحكي بالكميات، بس لقيت هاي البتنجانة قلت ورجيكم إياها. سبحان الله العظيم، شوفوا هالبتنجانة طالعة على شكل قلب. هلأ الخطوة اللي بعدها، طبعا بعد ما غسلنا الباذنجان أنا شلت العقب اللي من فوق الفوقاني، وهلأ بدي أغمر الطنجرة بالمي بهالطريقة هاي. بدي أحط شقفة، أي شقفة نظيفة تكون عندكم، شقفة مطبخ، على الوش، وبدنا نحط تقل فوقها لحتى حبات الباذنجان ما تطفو عنا ويستووا كلهم بطريقة واحدة. وهي بعد مرور تقريبا تلت ساعة على نص ساعة استوى عندي وصار استواءهم مزبوط. ببردهم بالمي، وبعدين بنصفيهم بمصفاية لحتى كمان يبردوا عنا أكتر ويصفوا من المي. هلا بعد ما خلصت الكمية كلها، طبعا أنا طناجرة صغيرة ما عندي طنجرة كبيرة لدرجة إني أحط فيها الكمية كلها، سويتهم على مراحل. وبعد ما خلصت تبريد وتنشف، هلا الخطوة اللي بعدها بدي شيل العقب الفوقاني للبتنجانة، وبدي قص الطرف الزايد كمان. الخطوة اللي بعد هيك هي خطوة التمليح. بجيب مصفاية بحط عليها شقفة، الشقفة أفضل تكون قطن أو شاش بيقولوا عنا، لحتى تمص المي أو تتسرب المي الزايد من البتنجان بشكل منيح.
عملية التمليح يا بطرف سكينة بنشقها هيك متل ما شفنا، يا بإيدنا بكون أسهل بهيك بهالشكل. ما بدها كتير شغلة صعوبة، بسهولة. طبعا الملح ملح صخري خالي من اليود، مو ملح عادي تبع الأكل، أفضل للمونة. بنحط كمية من الملح. بالنسبة لصف البتنجان بنخلي الراس البتنجانة لجوا، لأنه الراس بيكون أقسى واحد من البتنجانة كلها. هلا أنا صفيت كمية بقلب هالمصفاية، بلفهم منيح بالقماشة اللي أنا حطيتها. وبعدين بدي أحط تقل فوقهم. طبعا أنا ما عندي تقل غير طنجرة في بقلبها مي. إذا في أنواع عندكم تقل غير تكون أفضل. للكميات الكبيرة طبعا بكون في أشياء تانية. هلا أنا كبستهم مثل ما شفتوا. كمان اكشف عليهم كل يوم، غير أماكن البتنجان، بدلها، شوف شو اللي مو مكبوس منيح، غير مكانه، حط التقل عليه. طبعا هاي لابد منها هاي المراحل. وهلأ بعد 3 أيام صاروا جاهزين عندي مثل ما شفتوا، كتير رقاق وظابطين. الحشوة هي البتنجان اللي شفتوه بأول فيديو، بعد ما نشفت فرمته على الفرامة. طبعا فرم خشن، حطيت عليه جوز وتوم وشوية زيت زيتون. هي الحشوة، ما بدها أكتر من هيك. مثل ما نكون شايفين بتشهي القلب. بالنسبة للمقادير، طبعا الجوز بيرجع لكم والثوم حسب رغبتكم. أما الفليفلة أنا عندي 10 كيلو بتنجان، أخدوا 5 كيلو فليفلة أو 4 كيلو فليفلة بس. هي المكونات كلها، وهي هي الخطوات بالضبط. ما نقص عليكم أي شيء. طبعا وقتنا نكبس الباذنجان الأفضل يكون مكان بارد، حتى لأنه 3 أيام بيعفن بيخم عنا الباذنجان. الأفضل يكون مكان بارد طبعا. وأنا بالأيام عندي يا باردة البيت بشكل عام، ما فيها الشرب. حط كمية من الحشوة، حاول سكر طرفها لحتى ما تفلش عندي بالزيت. هلا هون في خطوة بدكم تتفاجئوا فيها، أغلب العالم يمكن ما بتعرفها، غير إنه تحط بالقطرميزات وتحط فوقه زيت. أنا مونتي مجربتها صار لي كم سنة، 3 4 سنين عم ساويها وما أحلاها. بحط المكدوس بقلب أكياس مونة، بسحب منه الهواء، بصفهم بالفريزر. طبعا بحط كمية بحيث إذا طالعت الكيس إنه ناكله فورا، ما بكتر كتير. طبعا أنا قلت لكم مرة طريقة سحب الهواء هي بنسكر الكيس على الآخر وبشلمونة بنسحب من طرفه الهواء بهالطريقة هاي. بضل عندي المكدوس أكتر من سنة سنتين قد ما بدكم بتطالعوه. طبعا بعد ما يفك التلج عنه، ما بيكون فيه تلج جوا، شوية مي بس بتنشفوا كل وحدة بوحدها، محارم مطبخ أو شقفة، وتحطوا عليهم الزيت وبتاكلوا عادي كأنكم هلأ عاملينه. يعني هاي للعالم اللي بيحبوا طعمة المكدوس الجديد. وهون أنا بحط بس قطرميزين مكدوس، بحط فوقهم زيت مثل العادة مثل ما بيساوي الناس، لحتى ناكله حاليا يعني بالوقت الحالي. وبعدين بصير بشيل من الفريزر مثل ما قلت لكم، لأنه نحنا بنرغب بالمكدوس طعمته جديد أكتر من اللي مغمور بزيت. للي بيحب هالطريقة يساويها، واللي ما بيحب مثل ما نكون شايفين مرطبانات بيصفهم بهالطريقة، بحط فوقهم الزيت. وهي وصفتنا مثل ما قلت لكم كل النصائح، وقلت لكم بأول بأول والمقادير بالضبط. ما بخلت عليكم ولا بأي معلومة، لحتى يطلع عنكم المكدوس بشهي القلب وطيب كتير.
شوفوا لي هالمنظر بشهي القلب. أتمنى تجربوا الوصفة بصحة وألف عافية.